ويأبى الله إلا أن يكون لكل شيء زوال وانتهاء إلا نعيمه المقيم. والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. عباد الله، بالأمس عباد الله كانت ألسنتنا تلهج تباشرا بقدوم شهر رمضان، وما هي إلا لحظات مرت مرور الريح المرسلة، فكأن شيئا لم يكن إذا انقضى. وها نحن اليوم تخنق حلوقنا عبرة فراقه، وتسيل على خدودنا دموع تصرمه. فلله ما أصعب فراق الحبيب، فلله ما أصعب فراق الحبيب، وما أحزن القلب وهو يشعر بضيفه الكريم يوثق ركابه آذنا بالرحيل كرها لا حيلة لمحتال في بقائه. أيها المسلمون، لقد عشنا شهرا مباركا مليئا بالسكينة والطمأنينة، شهرا سمت فيه نفوس المؤمنين وارتقت بصيامها وصلاتها وتلاوة كتاب ربها إلى معالي الأنس بالله والقرب منه، ما جعلها تتمنى أن لو كانت السنة كلها رمضان وأنى لها ذلك. إنها ليالي التصفية والتجلية، ليالي طرح هموم الدنيا وعجرها وبجرها، ليالي القرآن. وما أدراكم ما القرآن؟ إنه كلام ربنا جل وعلا، فيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا وفصل ما بيننا. هو الحق ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى العزة من غيره أذله الله. لقد قرئ كلام الله جل وعلا على الملأ في قيام شهر رمضان المبارك، فملأ أسماعهم بالإيمان والعظات والعبر. قرأوا فيه من خلق السماوات والأرض إلى دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، بعد أن تدبروا آيات الله في الأمم السالفة وقد خلت من قبلهم المثلات، وما جعله الله جزاء في الدنيا والأخرى لمن أطاعه، وما جعله جزاء لمن عصاه. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. عباد الله، إن شجرة شهر رمضان المثمرة قد تساقط جل أوراقها بعد أن عصفت بها ريح الزمن، وإن كان ثمة خطيئة فيما مضى فيه من تفريط العبد، فإن أعظم منه خطيئة إصراره على التفريط في قابل الأيام. فانظر يا عبد الله، من أي الناس أنت مع رمضان؟ أممن هو ظالم لنفسه فيه، أم ممن هو مقتصد، أم ممن هو سابق بالخيرات بإذن الله؟ إن لم تكن ممن اتعظ بالقرآن في رمضان فبأي شيء ستتعظ؟ إن لم تكن نهلت من مدرسة رمضان فمن أي المدارس ستنهل؟ إن لم تكن نهلت من مدرسة رمضان فمن أي المدارس ستنهل؟ إن لم تكن ممن تصدق في رمضان فمتى بعده ستتصدق؟ ألا فاعلم يا عبد الله أن هذا الشهر المبارك إما شاهد لك أو شاهد عليك، فما أنت صانع فيه فيما بقي من لياليه أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله
وإن كنت لمن الساخرين. فيا لله ما أضيع الإنسان إذ ضيع رمضان فخامر عقله مطل التسويف وغفل عن التوبة، حتى رأى حبال خيامه تحل وأروقتها تطوى على ما كان كل واحد منا من عمل. وإنما في الحلوق من شرق على فراقه وطي صحائفه، ليس لأنه ذاهب بلا رجعة، كلا، فإن شهر رمضان حتما سيعود ما لم تقم الساعة، لكنه شرق امرئ لا يدري أيدركه إذا عاد كرة أخرى أم أنه سيكون أثرا بعد ذات وخبرا بعد عين. فلله ما أشقى من ضيع على نفسه باب الريان، فلله ما أشقى من ضيع على نفسه باب الريان، ولله ما أشقى من شمله تأمين النبي صلى الله عليه وسلم حين قال له جبريل عليه السلام: ورغم أنف امرئ أدركه رمضان فلم يغفر له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمين آمين آمين. أيها الناس، إن شهركم هذا قد آذن بالوداع، وإنما بقي منه فسيمر كطرفة عين أو لمح بصر، فإنه عند ذوي الألباب كفيء الظل، بينما يرونه سابغا حتى قلص وزائدا حتى نقص. وإنما بقي من الشهر هو المضمار، وفي ختامه السبق والجائزة الجنة. وإنما تزداد الجياد سرعة في النهايات. والعبد الموفق هو من أدرك أن حسن النهاية يطمس تقصير البداية. والعبد الموفق هو من أدرك أن حسن النهاية يطمس تقصير البداية. وما يدريك يا عبد الله لعل بركة عملك فيه مخبأة في آخره، فإن الأعمال بالخواتيم. وكم من عبد شم مسك الختام في ختام المسك، فيا بؤس مذنب فيه إذ لم يتب، ويا ويح طالب الجنة إذ قد غفى، ويا شقاء الهارب من النار إذ قد نام. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.